وهو يا جماعة محسن شوقي كان صاحب رسالة، والرسالة ملخصة كلمة واحدة بس: الحب. الحب يا جماعة هو الأمل وهو كل حاجة في الناس. وكان دايما فاته عمره في حياته ما اعتقدش انه كره حد يعني. انا اتذكر ان حتى الحادثه اللي توفى فيها ابنه رحمه الله عليه، يعني حتى في بعض الناس كده بينفعلها لا اللي نروح الواد نقتله ونروح نقتل اهله وحاجات زي كده، واخد بالك. فقال يعني طب عيل همجي هطلع انا في السن الكبير ده همجي زيه؟ القانون هو اللي يمشي، والواد اذا كان في القانون انصفه خلاص، القانون عاقبه ماشي. وفعلا دي احترمناها فيه، وهو اللي فعلا وقد فتنه كانت ممكن تحصل بعقله وبحبه وبصلابته وبايمانه. فكان شخصيه عظيمه رحمه الله عليه. طبعا احنا لو اتكلمنا عن الحب والرومانسيه، احنا هنشوف بقى راي ملك الرومانسيه في محسن شوقي اللي هو صاحب رساله الرومانسيه الحقيقيه، الشاعر الكبير احمد جاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا علاقتي بالأستاذ محسن شوقي زايد بدأت سنة 1981 وأنا في الثانوية العامة، والأستاذ فرج عبد العليم الله يمسيه بالخير قال لي في مدرس فرنساوي هيدينا درس في الفرنساوي. قلت له هو مدرس؟ قال لي لا مش مدرس فرنساوي بس هو فاهم كتير في الفرنساوي. ورحت بيت الأستاذ فرج، وإذا أفاجأ بالأستاذ محسن شوقي زايد الأب والصديق والقدوة وكل الكلام الحلو اللي ممكن نشوفه في قاموس اللغة العربية، وكان بيتعامل معانا من أول وهلة إنه هو كأب. ادانا 10 حصص في الفرنساوي وكان شاطر جدا. والحاجة الجميلة لما خلصنا الثانوية العامة وظهرت النتيجة وعرف إن أنا من المتفوقين وكنت من أوائل الثانوية العامة، لقيته جاي بصورة شخصية وبيهنيني وبيحضني كأنه ابنه فعلا. فالله يرحمه ويسكنه في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والصالحين وآل البيت، آمين يا رب العالمين. وطبعا المناسبة دي كان لازم أقول قصيدة لابد، لأنه هو صديق عمري وما فيش مرة قلت قصيدة إلا وأثنى عليا في إلقائها، وكان له بعض يعني أدوات التشجيع بالنسبة لي، وكان دايما بيديني بعض أدوات النصح والإرشاد. فكتبت قصيدة بعنوان أستاذي وأفتخر. ولازم طبعا وأنا بقول القصيدة أقوم إجلالا وتعظيما لأستاذي ومعلمي الأستاذ محسن شوقي. بقول فيها: لا تذكروني فهذا الوجه أعرفه ويعرفني، يجوب العطر وجداني بنور البدر كما الأنوار طلعته، ببسمة من بريق الوجد يلقاني، يمد بالإشفاق عطفا وفي يده حنان الدنيا بالأعماق ترعاني، بصوت رخيم ما زلت أسمعه يفوق الشدو بالأنغام ألحاني، راقت إلي من الأعماق رقته أذاب القلب بالوجدان أشجاني، بين حنين يطوق الآن رؤيته وبين أنين بملء الشوق أبكاني، فلا الأحداق بعد الآن تجهله ولا طيف يروم الرؤيا ينساه، تلميذ أنا على يديه تعلمت بفيض كيف الحرف يهواني، فصار بليل حياتي لي قمر بين المروج الشم وعناني، كيف الرثاء الحق يحضرني، كيف الرثاء الحق يحضرني، كيف أنطق ما يجوبه بياني، وحبيبي أراه الآن يحضنني، ألامسه يقبل ما يقول لساني، أمامي بجواري كان مقعده، ها هنا بقلب القلب ومكاني، ما زال يحكي بالإعجاز قصته، ما زلت أراه بالأحداق ويراني، فلا تقولوا عنه مات أرجوكم، من بالقلب بين هواه أحياني، لا تقولوا عنه مات أرجوكم، من بالقلب بين هواه أحياني. وشكرا.